إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أهل الإحسان. أهل الإحسان. أهل الإحسان. إعداد الصادق عمار. حي على الفلاح. حي على أفيق يا خولة، هذا بلال يؤذن لصلاة الفجر. الصلاة خير من النوم. صدقت وبررت، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. سأخرج إلى المسجد، أراك بعد الصلاة. لا تنس غداء الأطفال يا صهيب، ليس في البيت شيء يؤكل. أيقظيهم للصلاة، وإن شاء الله آتي إليهم بما يفطرون عليه. آتوني مما أعطاكم الله، فقير معدم، أغيثوني. يا الله، في هذا البرد الذي ينخر العظام، ولا ثوب يقيه وخز الصقيع، أغيثوني أغاثكم الله. مسكين، لله يا محسنين، يا الله، لله. ليس لي ما أحسن به إلى هذا المسكين، لا، غير هذا الدرهم، وهو قوت عيالي لهذا اليوم. لله يا محسن، هل أعطيه لهذا المسكين؟ ولكن كيف لي أن أتدبر أمر طعام الأطفال؟ أغيثوني. لا ضير، لله يا محسنين. أعطيه لهذا السائل وأتوكل على الله. أغيثوني. خذ يا أخي، أسفي أن هذا كل ما لدي. جزاك الله كل خير، وفتح الله لك أبواب الرزق. ها قد بلغت المسجد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما الذي فعلته يا صهيب؟ ماذا فعلت؟
رأيتك تفعل ما لا يجوز. معاذ الله، لا أذكر أني أتيت منكرا. بلى، منذ قليل رأيتك تتصدق على سارق. ومن أدراني بأنه سارق؟ تثبت يا أخي مستقبلا، ولا تعطي مالك إلا لمن يستحق. ومن أين لي أن أميز بين محتاج وغني، بين صادق ومتحيل؟ إنما أنا أحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر. السؤال هنا: هل يكتبها لك الله صدقة وقد أديتها لغير من يستحق؟ نستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستفتي رسول الله. يا رسول الله، أخونا سهيب تصدق اليوم على سارق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد وقعت في يد الله قبل أن تقع في يده. يا رسول الله، أو تكتب لنا حسنة ونحن نتصدق على سارق؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليل على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. الحمد لله أني لم أفعل إلا ما يرضي الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنا بانتظارك، ولم يشأ الأطفال أن يبدأوا في تناول فطورهم إلا وأنت معهم. فطورهم؟ لكني لم أرجع بشيء، فالدرهم الذي كان معي أقرضته لله، وهي قصة طويلة أحكيها لك فيما بعد. إنهم لا ينتظرون ما تأتيهم به، ولكن لتشاركهم الطعام. ومن أين لكم بالطعام؟ قصة طويلة أحكيها لك فيما بعد. هات قصتك. بعد أن خرجت للصلاة طرق الباب وإذا الطارق أبي. خيرا إن شاء الله. كل الخير. جاءنا بنصيبنا من نتاج الأرض، تمر وحبوب وغلال، رزق وفير حتى لم أجد مكانا لأدخر فيه. بارك الله له ووسع في رزقه، جاء في وقته. ماذا تقصد يا سهيب؟ هذا ما وقع أمام المسجد هذا الصباح.
صدق رسول الله إذ قال: أنا لم أؤمر لأنقب عن قلوب الناس. وصدق الله سبحانه إذ يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أهل الإحسان. أهل الإحسان. أهل الإحسان أداء ندى عمار والصادق عمار. أهل الإحسان. هندسة الصوت حسام قدرية وفوزي شعبان.